الجيش بيحمي مش بيهدد. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة. ونحن والله ما بنقول سعيدين، لأن نحن قاعدين في محنة كبيرة جدا. هو حميدتي يعترف لأول مرة بأن الطيران المصري قام بقصف ميليشيات الدعم السريع ومقتل المئات منه. انتشر مقطع فيديو مسجل لقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي يتحدث عن قيام الطيران المصري بتدمير عدد كبير من قواته. وبحسب موقع RT قال دقلو في مداخلة تلفزيونية انتشرت على نطاق واسع في معرض حديثه عن عدد ضحايا في صفوف قواته إنه لا يستطيع حصر الضحايا، وأن الطيران المصري، ثم عدل كلماته للطيران الأجنبي، قام بتدمير عدد كبير جدا من القوات. وقالت قوات الدعم السريع إنها تتعرض لهجوم من طيران أجنبي في بورت سودان، كما قالت إنها أسقطت طائرة من نوع سوخوي روعت المواطنين صباح اليوم، ولكنها لم تشر إلى مكان إسقاط الطائرة. وجاء في بيان قوات الدعم السريع: تتعرض قوات الدعم السريع في بورت سودان إلى هجوم من طيران أجنبي، نحذر من التدخل الأجنبي ونهيب الرأي العام الإقليمي والدولي إلى وقف هذا العدوان وإدانة هذا المسلك. وكانت قوات الدعم السريع في السودان قد نشرت منذ بداية الأزمة مجموعة من الفيديوهات لأسرهم كتيبة من الجيش والقوات المصرية في قاعدة مروي العسكرية، كما أظهر فيديو آخر وجود مقاتلات مصرية. وتسببت الفيديوهات التي نشرتها قوات التدخل السريع السودانية في غضب واسع لدى جموع الشعب المصري، حيث أكد البعض أن تواجد القوات المصرية والمقاتلات المصرية ضمن التدريبات المشتركة التي يجريها الجانب المصري والسوداني وآخرها الأسبوع الماضي. كما ظهر جنود من قوات التدخل السريع في فيديو آخر مع وجود مقاتلات مصرية داخل المطار العسكري الذي تمت السيطرة عليه، حيث بيّنت صور الأقمار الصناعية تدمير جزء من المقاتلات المصرية. كواليس قصف الطيران المصري لقوات الدعم السريع. كانت السماء ملبدة بالغيوم الرمادية والرياح العاتية تتراقص في الهواء. كانت قوات الدعم السريع تتقدم عبر الصحراء بسرعة فائقة، وهي ترتدي الزي العسكري الأخضر الداكن وتحمل أسلحة قوية. فجأة ظهرت طائرة مصرية بيضاء اللون في الأفق، وبدأت بالتحليق بشكل خطير فوق قوات الدعم السريع. بدأت طائرة المقاتلة المصرية في الانخراط في المعركة، مطلقة الصواريخ والقذائف في جميع الاتجاهات. عندما تمكنت الطائرات المصرية من ضرب قوات الدعم السريع، تبدل المنظر في غمضة عين. كانت الأجسام العسكرية تتطاير في الهواء، والرصاص ينفجر في جميع الاتجاهات. تحولت الجبهة إلى مشهد رعب ودموي، وفجأة بدأت الرياح تهب بشدة، وبدأت الغيوم تنحسر، وظهرت الشمس في الأفق. تلاشت المعركة، وبدأت قوات الدعم السريع في الانسحاب بصمت، وقد تم إحباط هجومهم. بسبب القصف العنيف فقدت قوات الدعم السريع العديد من الرجال والمعدات. كانت الأوضاع في الميدان غير مؤكدة بعد الآن. قوة الطيران المصرية. تعد قوة الطيران المصرية من أكبر القوات الجوية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك مجموعة واسعة ومتنوعة من المقاتلات والطائرات الهجومية والنقل والاستطلاع والتدريبية. ويقدر عدد الطائرات الحربية التابعة للقوة الجوية المصرية بأكثر من 750 طائرة، وتشمل ذلك المقاتلات الأمريكية من طراز F-16 و F-4 فانتوم، والطائرات الروسية من طراز ميك 29 وسو 35. كما تمتلك قوة الطيران المصرية أيضا قدرات في الطيران بدون طيار والتحكم عن بعد، وقد أثبتت قدرتها على استخدام هذه التقنيات في مكافحة الإرهاب والتحكم في المناطق الحدودية. تعتبر قوة الطيران المصرية من العناصر الرئيسية في الدفاع عن البلاد وتحقيق الأمن القومي، وتشكل عاملا حاسما في الدعم الجوي للقوات المسلحة المصرية
في حالات الطوارئ والأزمات. تتوفر قوة الطيران المصرية على مجموعة واسعة ومتنوعة من أنواع الطائرات الحربية والتدريبية والنقل، ومن بين هذه الأنواع مقاتلات الهجوم، تشمل طائرات F-16 و F-4 فانتوم وسو 35 وميك 29، وهي مخصصة للقتال الجوي والهجوم على الأهداف الأرضية والبحرية. طائرات النقل تشمل طائرات C-130 وC-295 وEE-76 وAN-74، وتستخدم لنقل الجنود والمعدات العسكرية والإمدادات إلى المناطق العسكرية المختلفة. طائرات الاستطلاع تشمل طائرات RC-135 وE-2 وSA-342، وتستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية عن الأهداف العسكرية. طائرات الهليكوبتر تشمل طائرات AH-64 وME-8 وCH-47، وتستخدم للقتال الجوي القريب والدعم الجوي للقوات البرية. طائرات القوات الخاصة تشمل طائرات AC-208 وMC-130 وC-27J، وتستخدم لدعم القوات الخاصة في عمليات الاغتيال والاستطلاع والنقل. يجب الإشارة إلى أن هذه القائمة ليست شاملة لجميع أنواع الطائرات التي تمتلكها قوة الطيران المصرية، حيث يوجد المزيد من الأنواع المختلفة التي تختلف في الحجم والمهام المختلفة.